فضيلة الشيخ هاني البسيوني. اهلا بيك. شرفنا حضرتك استاذ ممدوح، ربنا يكرمك، كل سنه وحضرتك طيب. وانت طيب. انت نورت النهارده المنوفيه. ربنا يبارك فيكم، منوره باهلها وناسها وحبايبها، ربنا يبارك فيكم يا رب يعزكم كل سنه. هذه المره تعتبر يعني نزلت البلد هنا قبل كده ولا اول مره؟ انا بالنسبه لكفر فيشه تاني مره، لكن المنوفيه نزلت كتير في سيدي شبل الاسود وفي شبين كذا مره، يعني نزلت قبل كده. حبايبي شاهدنا مع حضرتك الوصله. احنا طبعا حضرتك بتشتغل وصلتين. تمام. احنا حاليا في الراحه بين الوصله الاولى والوصله الثانيه. حضرتك ابدعت في الوصله الاولى، ايه اللي حضرتك مجهزه نطلع بيه في الوصله الثانيه؟ والله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو احيانا يعني لان ذكراه جميله بنفرح بيها، بعطر الكون، فمهما نقول فيه لا نكفيه. فان شاء الله يعني بامر الله عشان في ربنا وربنا يوفقنا نقول كل ما هو جديد ان شاء الله. سادتنا الافاضل قالوا يعني في حضره النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا كانت الدنيا ظلام شرعها غاب الاسود، تعبد الاصنام جهرا قد قلد القوم الجدود، كان يطغى فيها كل جبار عنيد، فاستقام الامر لما جاء سيدنا النبي سيد الوجود. اللهم صل وسلم وبارك عليه. حاليا كل الساده اللي هم بيقوموا باحياء هذه الليالي دايما محبيننا ومحبينكم ومحبين الليالي المحمديه في هذه الذكرى الجميله، بيبقى لهم كده بيحبوا يستمتعوا بالصوت الجميل لفضيلة الشيخ اللي بيحيي هذه الليلة بعيدا عن المزيكا والكلام ده. فيه مانع نسمع حضرتك ولو لدقيقة واحدة؟ إن شاء الله بإذن الله، ربنا يزيدنا شرف محبتكم إن شاء الله بأمر الله. سيدي يا رسول الله يا حبيبي، جاء ربيعك يا نبينا مغردا، وأضحى الوجود مغنيا ومرددا، ما إن أطل حبيبي على الوجود ضياؤه، أنار العالمين ودلهم على الهدى. حبيبي فأراد ربك أن يجلي رحمة في كونه، فاختار الحبيب محمدا. الله يفتح عليك. أنا بقى يعني عايزين نبلغ رسالة لأهالينا وتحديدا لشبابنا اللي النهارده بينساقم وراء حاجات مش عارفين الناس دي بتقول ايه بالظبط. تقول لهم ايه؟ اقول لهم لولا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حياء ولا ماء ولا هواء، خلق الحبيب روح نور من انوار الحق ذاته، قبض من وجه الحق ذاته، قال لها كوني محمد. فمن قال حضرة المصطفى صلى الله عليه وسلم من فرح بنا فرحنا به. نطلب من شبابنا واحبابنا نحيي ذكرى المصطفى صلى الله عليه وسلم، ذكرى جميلة عطرة تشجينا وتحيينا وتحيي الأمل فينا. فنطلب من أحبابنا وحبايبنا واخواتنا الافاضل على مستوى انحاء العالم نحيي الذكرى المحمديه صلى الله عليه وسلم بذكراه الجميله، تتعطر الارض والنسمات والكون والجمادات والحيوانات، كل شيء يفرح بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. احنا مش عايزين نطيل على حضرتك، يعني شايف محبينك على المسرح بيستعجلوك وعايزين يستمتعوا معاك في الوصله الثانيه. ان شاء الله هنواصل كل جديد ما هو جديد في حاله الذكر نفسها، في الحانه نفسها، لان في وقت الذكر بيحصل حال حضور روحاني ده من عند ربنا سبحانه وتعالى مع التجليات المحمديه النورانيه. وان شاء الله يعني كرمنا ربنا وتوفقنا سبحانه وتعالى ونقول ما قل هو جديد ان شاء الله. اسعدتنا يا شيخ. ده فرصه سعيده لحضرتك، كل سنه. شكرا جزيلا.